أهلا بكم أصدقائي، معاكم دكتور محمد حسن شتاين. النهاردة بدون مقدمات طويلة نتكلم عن موضوع جديد، وهو عقلية الأستاذ VS أو فيرسس أو ضد عقلية التلميذ. عقلية الأستاذ ضد أو يعني مع صح مقارنة بين عقلية الأستاذ وعقلية التلميذ. إمتى أنا كشخص يعني يكون عندي عقلية الأستاذ، وإمتى أنا كشخص يكون عندي عقلية التلميذ. يعني ما صح، إمتى أنا أكون تلميذ وإمتى أنا أكون أستاذ. يعني الإجابة السطحية على الموضوع ده هتقولك إن أنت هتكون يعني هتكون إيه، هتكون أستاذ مع الناس اللي أقل علما منك، وهتكون تلميذ مع الناس الأكثر منك علما. ولكن بعض الأحيان الشخص اللي عنده عقلية الأستاذ، هو في الأساس شخص قد يصاب بنوع من أنواع الغرور. إن أكثر الناس غرورا، هتقولي أكثرهم مالا ولا أكثرهم علما ولا أكثرهم إيه بالظبط، ولا أكثرهم مثلا شهرة. هقولك بشكل عام دي حاجات كلها محفزة للغرور، ولكن هناك الأكثرية في العلم هي شيء أكتر حاجة بتحفز الغرور عند الشخص اللي عنده عقلية الأستاذ. فتلاقي مثلا الشخص اللي هو بيمتاز عنده شخص عنده يعني عنده علم كبير جدا، شخص عنده علم كبير جدا. الشخص ده غالبا ممكن يصاب بنوع من انواع الغرور. مش معنى لا، صاحب العلم شخص قد يكون مغرور اكتر من صاحب المال، واكتر كمان من صاحب الشهرة او السلطة كمان. ليه؟ لان العلم بلوغه صعب. تخيل انت شخص بتقعد تتعلم طول عمرك 25 سنة او 30 سنة، تتعلم في مجال معين او في هواية معينة او في فن معين من الفنون، وفي الاخر بعد تعبك 30 سنة من التعلم والاجتهاد وهكذا، تلاقي نفسك في الاخر تعبت طبعا، عملت مجهود جامد في تعلم مهارة معينة او علم معين او فن معين. طبيعي هيتسلل الى قلبك نوع من انواع الغرور. وبالتالي هتلاقي صاحب العلم مغرور جدا اكتر من صاحب المال، واكتر من صاحب الشهرة، واكتر من كمان صاحب السلطة. وبالتالي بعض المقولات التراثية بتاعتنا بتقولك مثلا: من علمني حرفا صرت له عبدا. طبعا عبودية مش مقصود بها عبودية الألوهية، ولكن عبودية الربوبية. طبعا فرق بين الاتنين. عبودية الألوهية مينفعش تبقى إلا لإله معين، إله. لكن عبودية الربوبية بتبقى للرب. طبعا الرب قد يكون فيه رب أسرة، رب عيلة، رب بلد، وهكذا. ارجع إلى ربك، زي ما سيدنا موسى، زي ما سيدنا يوسف كلم الشخص اللي كان عايز يطلعه من السجن، وهكذا. طيب، فعقلية التلميذ وعقلية الأستاذ قد يصاب بنوع من أنواع الغرور. دي تركيبته النفسية، هي تركيبته النفسية كده. قد يصاب بنوع من أنواع الغرور. أنا بكلمك عن عقلية الأستاذ لما أنت كأستاذ، مش مقصود بها أستاذ في مدرسة. ما بتكلمش هنا عن انك انت شخص استاذ في المدرسه، ما اقصدش خالص. قصدي عقليه الاستاذ لما انت تكون شخص عندك علم في مجال معين او في حته معينه، او قوه في حته معينه، والحته دي انت تتفوق فيها على اشخاص مهتمين بنفس الحته. مش شرط تكون استاذ يعني استاذه في المدرسه فقط، لا. طيب، بينما عقليه التلميذ، الشخص اللي هو عايش في حياته بعقليه التلميذ، الشخص ده مؤمن بشدة
وبقوة وبمتانة رهيبة جدا بالآية القرآنية العظيمة جدا اللي بتقولك فيها وقل رب زدني علما. انت مهما تبقى قاعد طول حياتك عندك خبرات ومعارف، حتى لو انت شخص مسابق سنك ومسابق عصرك كمان، لكن هتلاقي نفسك متعطش للمزيد، متعطش طلب العلم، وان انت عايز تتعلم حاجات اكتر واكتر لحد ما تموت. يعني عارف انت فكرة الشخص الغني والثري اللي بيجمع المال؟ الشخص الغني والثري اللي هو بيجمع المال ده ومهووس بالمال وعايز فلوس كتير، ولو هو عنده وادي من ذهب لابتغى واديا اخر من ذهب. العلم نفس الكلام. هتقولي طب ايه اكتر، العلم ولا الفلوس ولا المال؟ هقولك ان الشخص اللي بيطلع ماله لحد ما في تركيبته السيكولوجية، في تركيبته السيكولوجية في نوع من انواع يعني الشخص اللي بيطلع فلوسه ده في تركيبته الشخصية في نوع من انواع البخل. انا ممكن انا اقعد معاك للصبح، اقعد اتكلم معاك للصبح، اتكلم معاك في حتة ان انا عندي عقلية الاستاذ، ان انا قوي في حتة معينة فبعلمك شيء معين. لكن ان اديلك فلوسي كده، اطلع لك فلوسي مثلا حتى لو عشر فلوسي، عشر نسبة كبيرة جدا، ان اطلع لك عشر فلوسي كده واديها لك كده لوجه الله، دي فيها صعوبة وحزازية ونفسك، حتى نفسك شحيحة، نفسك شحيحة، شحيحة يعني بخيلة. لكن العلم ممكن اطلعه عادي، اطلعه في اي وقت واطلعه براحتي. العلم اقدر اطلعه براحتي واطلعه في اي وقت واقدر اتكلم معاك للصبح. لكن الفلوس انت فيها شح شوية. فرجوعا لكلامنا، عقلية الأستاذ وعقلية التلميذ. عقلية الأستاذ يعني غالبا الأستاذ الكريم، الأستاذ هنا بقولها للمرة الألف، مش الأستاذ اللي في مدرسة فقط، ده الأستاذ في أي مجال، في أي حتة، في أي حتة، في أي، ممكن أنا دلوقتي أنا كيوتيوبر أو كصانع محتوى مش عايز أتكبر وأقول إن أنا أستاذ. بالعكس أنا بتعلم برضو من بعض الأشخاص اللي هم فولور عندي، أنا على علاقة معاهم شخصية. لكن قد يكون صانع محتوى ده في الموقع بتاعه ده هو أستاذ، لكن بالنسبة لصناع محتوى التانيين قد يكون هو تلميذ، وهكذا. الحياة كلها كده، شوية فوق شوية تحت، وانت واقف موقعك في النص ما بين اللي فوق وما بين اللي تحت. فانت أستاذ للي تحت وتلميذ للي فوق. طب سؤال، هل أنا أستاذ غالبا ولا تلميذ غالبا؟ مش أنا شخصيا بس بتكلم بشكل عام. هل أنا أستاذ غالبا ولا تلميذ غالبا؟ الإجابة على كده هو إن أنت كلما كنت ميال أكثر ناحية الأستاذية كلما قل إيه؟ قل كلما قل خصوبتك. مش عارف، أنا عايز أديها مصطلح مهم، يعني مصطلح يتفهم شوية. الخصوبة العقلية، يعني أنت عندك خصوبة يعني إيه؟ يعني ذهنك خصب، يتلقى المعلومات الجديدة، مش يعني مش بيصدي ولا بيمل، ولا بيتلقى المعلومات الجديدة، بيتعلم باستمرار. كلما زاد، كلما علوت، يعني كلما مستواك عالي على الناس وبقيت انت استاذ، كلما اصبح ذهنك عجوز. ايه الفرق بين العجايز، ايه الفرق بين العجوز وبين الشاب؟ يعني ايه الفرق بين الاتنين؟ ايه الفرق بين العجوز وبين الشاب؟ الشاب ذهنه خصب ومرن قوي، مرن جدا. سن الشباب يمتاز بالمرونة، مرونة رهيبة جدا. في مصطلح عصابي او مصطلح عصبي او مصطلح في علم المخ والاعصاب بيقول لك اللدونة العصبية، الليونة واللدونة يعني نفس المعنى. فمهم انت عندك ليونة ومرونة قوية جدا في سن الشباب. لما بتكبر في السن شوية بتلاقي نفسك لا، انا بقيت متمسك اكتر بآرائي، صعب اغيرها، انا خلاص وصلت لاخر العمر وانا عندي بقى خبرة، انا كبير عيلتي ولا كبير اسرتي ولا كبير وهكذا. فانا مش محتاج ان انا يعني اتعلم جديد ولا اكون متميز خلاص انا وصلت للقمة. ده تفكير الشخص العجوز. لكن
كلما تقدمت في العمر كلما قلت مرونتك، وبالتالي كلما قلت قابليتك للتعلم. مفيش شخص مرن، مفيش شخص صلب في افكاره. الصلابه دي مش حاجه حلوه، دي حاجه وحشه. الصلابه في الافكار يعني انت شخص صلب، ما عندكش تغيرات ولا بتتغير وهكذا. رغم كده، او مش رغم كده، يعني انت بمعنى كده ان انت مش هتتعلم حاجات جديده، وبالتالي ما عندكش مرونه. طيب، بينما بشكل عام لو فكرنا بطريقه فكريه وفلسفيه منطقيه، هنلاقي ان الانسان بشكل عام الذي يتقمص دور الأستاذ، وعندما بعقلية الأستاذ، لو هو شخص تلميذ، لو هو مستواه تلميذ خلاص، لكن حاول يمثل دور الأستاذ. والعكس برضو، لو هو أستاذ واحد تاني، لو هو أستاذ وحاول يمثل دور التلميذ، ايه اللي يحصل؟ يحصل دربكة كبيرة جدا، انك تطلع فوق مستواك، او بمعنى صح انك تقفز على المراحل. انك انت مثلا عندك مرحلة معينة، مرحلة انت فيها، المرحلة دي لازم تحترمها كويس جدا، ما تنطش فوقيها بسرعة. المرحلة دي ما تنطش فوقيها بسرعة، انت لازم ما تستعجلش، لازم تروي قوي المستوى اللي انت فيه ده، تكون متقنه قوي وحاذقه قوي ومتمكن منه قوي ومتقنه قوي، عشان تنط على المستوى اللي فوقيه، وهكذا لحد ما لا نهاية. وبالتالي الشخص اللي هو التلميذ، عنده عقلية التلميذ، اللي بينط فوق مستواه ويتقمص دور الأستاذ، الشخص ده تجربته آيلة أو مائلة إلى السقوط. الشخص ده مش هيقدر، يعني مش هيقدر يكمل، لأنه هيتكشف بسهولة، هيتكشف بسهولة جدا. الشخص ده هيتكشف بسهولة جدا، عشان هو إنسان في الأساس، هو إنسان في الأساس خاوي من جوه، خاوي فاضي من جوه، ما عندوش امتلاء معرفي وفكري، إنسان خاوي من جوه. وبالتالي لو هو تقمص دور عقلية الأستاذ، الناس اللي تحتيه هتكشفه. قد تكون، مش عايز أقول لك كمان، الناس اللي تحتيه أو الأقل منه، اللي هو بيتمنظر عليهم، أو اللي هو الشخص شايف نفسه عليهم أكتر، الأشخاص اللي ممكن كمان يتفوقوا عليه في العلم ويكشفوه ويحرجوه كمان. بينما العكس بقى، العكس لو شخص العكس بقى تماما، لو شخص عنده عقلية الأستاذ ونزل مستواه لعقلية التلميذ. طبعا احنا في عرف الدنيا، عرف الواقع بتاعنا، لو انت تقول مثلا ان انا اكون مثلا وزير ولا مسؤول ولا مدير، انزل مستوايا، الاقي نفسي مثلا بقعد في قعدات فيها بقى العمال، وفيها الموظفين، وفيها الغفرة، وفيها مش عارف، ده انحطاط في مستواك. المفروض تعملش كده في الدنيا ابدا. لكن في العلم والتعلم، حبذا، انت كده مية مية. حبذا لو تعمل كده في العلم والتعلم فقط، في عالم الاموال، في عالم الفلوس، في عالم البيزنس، في عالم الشغل، وفي عالم الحياة الدنيا بشكل عام. لو نزلت مستواك، لو انت مثلا ما ينفعش انت مثلا شخص دكتور او متعلم او مهندس او ايا يكن يقعد في وسط بوابين مثلا، رغم احترامي الشديد جدا للبوابين، انا بحبهم وبعزهم، لكن ما ينفعش انت كشخص متعلم تنزل مستواك، تقعد تصاحب تاخد رقم فلان البواب ولا ابن البواب وتتكلم معاه، ما ينفعش. لكن في العلم، في التعلم، حبذا، اشجعك على كده، وقل ربي زدني علما. انت مطالب بالتعلم، وقل ربي زدني.
ما قالوش انا اكتفيت بالعلم وخلاص، زدني. انا عندي قله في العلم، انا علمي قليل، علمي قليل، ومحتاج ان انا استزاد من بحر العلم اللي هو اللي بيشرب منه بيزيد عطش اكتر. طيب، دي نقطه مهمه جدا. انا كده فرقت ما بين عقليه الاستاذ وعقليه التلميذ. امتى تتقمص دور الاستاذ اللي هو صعب جدا وشيء حاجه صعبه جدا ومسؤوليه كبيره، وامتى تتقمص دور التلميذ. طيب، جميل. طيب، لو فكرنا بطريقه منطقيه هنلاقي ان الاستاذ يعني ايه مميزاته او ايه صفاته بشكل عام، وايه صفات التلميذ، يعني ايه صفات الاستاذ. انا هنا بتكلمش عن مدرسه، بقولها المره الالف برضو، بتكلمش هنا عن المدارس استاذ وتيتشر وستودنت، لا، بتكلم عن الاستاذ في اي مجال، في كل المجالات، في الشارع حتى الكوره. عارف الكوره، لعبه الكوره فيها استاذ وفيها تلميذ. مين الاستاذ ومين التلميذ؟ اللاعب الناشئ الشبل ده تلميذ، اللاعب الاول الكبير اللي بيلعب في الفريق الاول ده استاذ، في الاستاذ اللي هو المدرب، وهكذا. الحياه كلها كده ماشيه بالسيستم ده. فلو انت عندك لو انت عقليه الاستاذ، انا ابتدي الاول بالتلميذ من تحت لفوق. لو عندك عقليه التلميذ، ما الذي سوف تمتاز به؟ رقم واحد، الفضول. شخص فضولي قوي. انا اللي انا اجهله اعظم بكتير جدا من اللي انا اعلمه. ودي المغالطه اللي بيقع فيها عقليه الاستاذ. الشخص صاحب عقليه الاستاذ يقول لك اللي انا اعلمه اكتر بكتير من اللي انا اجهله. انا خلاص وصلت لقمه العلم، انا بقيت شخص متين وقوي في العلم. ده غلط. رقم واحد، الفضول عند عقليه التلميذ. شخص فضولي، يعني انا عايز اتعلم ايه الجديد، علموني. ده رقم واحد. رقم اتنين، الشخص الفضولي بيمتاز بقوة الإرادة. أنا آسف، الشخص عقلية التلميذ بيمتاز بقوة الإرادة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني شخص صبور جدا على التعلم، باله طويل قوي، ما بيزهقش بسهولة، وهكذا. رقم ثلاثة، عقلية التلميذ تمتاز بشدة شديدة جدا بالتواضع. متواضع جدا، لولا تواضعه ده ما كانش حتى قبل انه يتذل. تخيل، يتذل الاستاذ بتاعه، يتذل. افتكر مره من المرات كان ليا ابن خالتي، انا بروح له مخصوص. انا ساكن في التجمع الخامس، فبروح له حته اسمها آه الزيتون، فمسافه بعيده، مسافه ساعه ونص مثلا. كنت بروح له بشكل يومي. طب ليه الكلام ده؟ عشان هو عنده ثقافه عاليه جدا، بحب قعدته، بحب اقعد افتح معاه في مواضيع وبتعلم منه كتير. فانا بقول له ان انت بالنسبه لي، طبعا مع فرق التشبيه، انا هنا مشبهش نفسي بسيدنا موسى ولا بشبهه هو بالخضر، مع الفرق. بس انا قلت له كده، قلت له ان انا يعني سيدنا موسى قال لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبه، يمشي مسافات طويله تعلم. انا حتى باخد النيه دي في الشغل ونزول الشغل بشكل عام، ان بحب انزل الشغل مسافتي بيني وبين شغلي مسافه كبيره جدا، تصل 50 دقيقه رايح، ساعه وربع راجع. بعمل ايه في الطريق؟ يا بقرا مقالات، يا بسمع فيديوهات فلسفيه وفكريه وعلميه وكده، او افلام وثائقيه. عقليه التلميذ، سيدنا موسى كان عنده عقليه التلميذ. هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ بتذل، مذلول، انا عايز اتذلل لصاحب العلم ده عشان انا اتعلم منه. عقليه التلميذ. طيب، بعد كده من احد مميزات التلميذ، عقليه التلميذ، هو ان هو شخص بيحب الجديد، بيحب كل حاجه جديده.
الشخص بيحب الجديد يعني ايه؟ يعني اول ما يسمع معلومة جديدة تلاقي لعابه السلايفا، لعابه نفسه لعابه نزل، تلاقي لعابه نزل. زي كده شهوة الشخص الجعان اللي رايح عايز ياكل بشراهة. تحس مثلا هو شخص كان صايم طول النهار، لما يشوف له مثلا قطعة جاتوه ياكل القطعة كلها، ياكل الكمية كلها. او لما يلاقي مثلا وجبة حتى لو كان عيش حاف ياكله بالنفس مفتوحة جدا وبشهوة كبيرة جدا. الشخص زي ما قلت لك، شخص عقلية التلميذ شخص بيحب الجديد. طيب ده كده عقلية التلميذ. بينما الناحية التانية عقلية الأستاذ. ايه صفات عقلية الأستاذ؟ عقلية الأستاذ تمتاز نسبيا، في بعض الأحيان تمتاز بإنها آم، عقلية الأستاذ تمتاز بأنها عقلية بشكل عام عقلية فيها نوع من أنواع الكبر أو الغطرسة شوية. مش كل الأحيان، مش كل الأساتذة، مش كل أصحاب الشخصيات أو أصحاب عقليات الأستاذ عندهم نفس الصفة دي، بس لازم. ودي حاجة مهمة جدا في الشخص اللي بيعلم شخص آخر في أي مجال، مش بس في مجال التعليم، في أي مجال في الدنيا، حتى في الكورة، حتى في الفن، أي مجال. لازم الشخص ده يكون عنده نوع من أنواع العزة، الفخامة والتفخيم. الفخامة والتفخيم والكبر. مش عايز أقولك التكبر والتعالي، بس لازم يكون شخص فخم شوية، لازم يكون شخص شايف نفسه. الشخص ده بشكل عام لو هو معزز نفسه كده وشاف نفسه عزيزة في التعامل، التلميذ يحترمه ويتقبل معلوماته وعلمه وهكذا. طيب صفة تانية من صفات الأشخاص أصحاب عقلية الأستاذ هو إن الشخص صاحب عقلية الأستاذ بيعرف يشرح المعلومة صح. بيعرف يشرح المعلومة صح. يعني الكلام ده يعني بيعرف يوصل المعلومة بطريقة ذكية، بطريقة بتلامس عواطف الشخص المتلقي اللي هو عنده عقلية التلميذ، وتلامس عقله ومنطقه، وتلامس بعض الأحيان تلامس جسده. يعني ممكن يديله ألم، ممكن يهزر معاه، يكون بيشده. ده التعليم العملي. التعليم العملي يعني هي ما بتكلمش بس فقط عن الرياضات اللي هي الألعاب الرياضية، لا، ما بتكلمش عن الألعاب الرياضية فقط، بتكلم بشكل عام في أي مجال. يعني ممكن واحد مثلا يغلط غلطة، تلاقي الأستاذ بتاعه أو تلاقي الشخص اللي بيعلمه يعني يقوم قرصه، أو يقوم زقه، أو يقوم ضربه ضربة خفيفة كده، مش ضربه وموته يعني، وهكذا، عشان هو يلقط المعلومة ويتعلم. زي فكرة كده الطفل الصغير اللي يقعد يحبو كده على الأرض، فتلاقيه بيقع كتير، أو بيمشي بس بصعوبة، فبتلاقيه بيقع كتير على وشه، بيتعور وهكذا. دي كده عقلية الأستاذ. إيه تاني من صفات عقلية الأستاذ؟ عقلية الأستاذ تمتاز بالقيادة، إن هو شخصية قيادية. لأن في الأساس عملية التعليم هي عملية في الأساس هي عملية في الأساس قائمة على إنك بتسوق. كلمة بتسوق دي مش كلمة قبيحة يعني. بتسوق الأشخاص اللي بتعلموا دول وراك، بتوجههم يمين وشمال، تمشي ازاي، تمشي كده ولا تمشي كده. انت ماشي انت في صراحة عملية التعليم دي والتعلم، انك انت كشخص بتمسك شخص تاني بتعلمه، الموضوع ده بيغير تماما، مش بس من مسار الاشخاص اللي بتعلمه، لا، ده بيغير تماما من ايه، من مسار التاريخ. انت لما تيجي تعلم شخص معين معلومة،
مش بس معلومة، انت لو انت ماسكه بتعلمه بشكل عام طول فترة حياته، بالذات بالذات لو انت بتعلم طفلك او ابنك او الصغير وكده، انت في الحقيقة مش بتغير فقط مسار حياته هو شخصيا، لا، انت بتغير مسار حياة البشرية كلها بدون مبالغة. شوف الشخص اللي اتعلم وتنور ده منك، هيغير من حياة كام واحد طول مسيرة حياته. يعني انت لو جمعت كده اشخاص، مجموعة الاشخاص اللي هو يقابلهم طول حياته، هتلاقيهم يتعدوا بالالافات. شوف الشخص المتعلم النقي القوي ده، الشخص اللي عنده معلومات وعلم قوي ده، الشخص ده الشخص ده كيف، ازاي هو ازاي هو آه الشخص اللي هو متعلم ده وعنده علم، ازاي هو أثر في كل آه في كل حيوات، جمع حياة، في كل حيوات الأشخاص اللي حواليه. شوف كده وركز، شوف ازاي هو أثر فيهم. شوف عدد ألفات كتير جدا، أرقام كبيرة جدا، وهكذا. دي عقلية الأستاذ. عقلية الأستاذ برضو تمتاز ب إلى حد ما الاهتمام بالمظهر الخارجي، لأن أي حد لو عايز تقنعه بفكرة معينة لازم بكل بساطة يكون عندك نوع من أنواع الجمال الخارجي. مش هقولك جمال ملامح، بس يكون لبسك مهندم، يكون شكلك كويس، يكون حالق شعرك، قصص ضوافرك، ريحتك حلوة، أيا يكن. كلها مظهر خارجي شيء أساسي ومن الصفات الأساسية عند عقلية الأستاذ، أو عند أشخاص أصحاب عقلية الأستاذ. جميل. لو فكرنا بطريقة منطقية هنلاقي إن بشكل عام آه الإنسان، يعني أنا أسألك سؤال منطقي كده، الأستاذ والتلميذ، اللي هو الأستاذ اللي هو عنده عقلية الأستاذ، والتلميذ اللي هو عنده عقلية التلميذ، هل في شخص ما بينهم وسيط؟ هل في شخص وسيط ما بينهم؟ يعني شخص واقف في النص يوصل الكلام من هنا لهنا ومن هنا لهنا؟ لو كان في حاجة وسيطة أو شخص وسيط في النص، كان زمان العملية التعليمية خربت، كان زمان التأويلات بقى والتحريفات وهكذا في المعاني. فمثلا من أهم سمات وصفات العملية التعليمية، مش بقصد هنا المدارس فقط، أي مجال، في أي مجال، في الدنيا كلها، من أهم سمات العملية التعليمية هو إن الشخص اللي بيتعلم والشخص اللي بيعلم، الشخصين دول هما في الأساس، الشخصين دول هما في الأساس شخصيات بيتم عايز اقول لك ايه، كلمة في بالي بس نسيتها. عايز اقول لك عقلية الأستاذ وعقلية التلميذ، هل ينفع في ما بينهم وساطة؟ هي في وساطة في مسألة الأدوات، يعني قد تكون في أدوات وسيطة ما بينهم، لكن مش أدوات، مش أشخاص وسيطين. يعني إيه فكرة الأشخاص؟ يعني أضرب مثل بسيط جدا، يعني قد يكون شخص عنده عقلية الأستاذ، وأنا مثلا أهو عندي عقلية التلميذ. مثلا عقلية الأستاذ اللي هو شخص عاش مثلا من 100 سنة، أو حتى من 50 أو من 20 سنة ومات، بس هو ساب لي تراث، تراث علمي وتراث فكري وأدبي، ساب لي تراث، كتب بقى، فيديوهات، مقالات، أيا يكن. الشخص ده اللي ساب لي التراث ده، العملية التعليمية اللي أنا بتعلمه منه بتحصل بشكل وسيط،
عن طريق الكتب او عن طريق الماتيريال اللي هو سايبها. اذا دي عملية تعليمية وسيطة، في وساطة في النص، مش وش الوش، مش وش في وش الايه الشخص اللي بيعلمني. دي نقطة. طيب ده هل ده ليه تأثير؟ هل ده له تأثير؟ الإجابة نعم، أكيد له تأثير، لأنه ممكن يحرف المعاني، ممكن يحرف المعاني تتحرف تماما. ممكن الموضوع ده يحرف المعاني ويغير في المعنى اللي الشخص اللي بيتعلم، اللي الشخص اللي بيتعلم اللي الشخص اللي بيتعلم ممكن يوصل له. ممكن المعنى اللي في دماغ الشخص اللي عايز ي... اللي عايز ي... اللي عايز يتعلم منه، قد يكون يعني يعني قد يكون المعنى اللي هو عايز الشخص الأستاذ اللي عايز يوصله للتلميذ معنى يتحرف، سواء عن طريق الأداة الوسيطة اللي هي الكتب أو الفيديوهات أو أيا يكن، أو عن طريق ال الوساطة. يعني ممكن ممكن التلميذ نفسه يحرف المعنى، أو حتى ممكن الأداة الوسيطة هي اللي تحرف المعنى لو كتبت من أشخاص تانيين. ففي عندك أشخاص بيسيبوا تراث عن أشخاص تانيين كمان، ده برضو حاجة وسيطة في النص، اللي هي إيه؟ مثلا عالم معين، واحد مثلا كاتب من الكتاب يشرح علمه، فهنا في وسيطين، في أداتين وسيطين، الشخص الكاتب ده زائد الشخص أو زائد الكتاب أو الماتيريال اللي هو سايبه، اللي هو الكاتب كتبه. وبالتالي هتلاقي هنا إن الشخص ده الشخص ده عرف أو حرف المعاني. فدي برضو نقطة مهمة جدا من نقاط عقلية الأستاذ وعقلية التلميذ. جميل، عقلية الأستاذ وعقلية التلميذ. طيب، المعنى الأهم من وجهة نظري في الموضوع ده، عقلية الأستاذ وعقلية التلميذ، متمحور حوالين نقط معينة، زي مثلا الماتيريال نفسها أو المادة أو المحتوى نفسه اللي بيقدمه الأستاذ للتلميذ، والذي يتفاعل معه التلميذ للأستاذ. إيه الماتيريال دي؟ يعني هل الماتيريال دي مثلا فن، ولا رياضة، ولا علم، ولا ثقافة، ولا تربية؟ لو هو أب بيربي ابنه، فهي 5 أنواع على حد علمي، هي 5 أنواع. رقم 1، قد يكون العلاقة بين عقلية الأستاذ وعقلية التلميذ، قد يكون رقم 1 فن. طبعا ترتيب الأهمية مش فرق الأهمية، نفس الأهمية. رقم 1 فن. رقم 2 قد يكون علم. رقم 3 قد يكون تربية. رقم 4 قد يكون رياضة. ورقم 5 قد يكون، احنا قلنا ايه؟ تربية، علم، رياضة، ممكن نقول مهارة كمان، مهارة، وهي داخلة في إطار التربية برضو، لأن المهارات بتربي أصحابها، والأشخاص اللي بيعلموا المهارات دول أشخاص عندهم حس تربوي. طيب، لو فكرنا وحللنا مواضيع بطريقة منطقية، هنلاقي إن أجمل حاجة في الوجود على الإطلاق هو عملية التعليم والتعلم. إنك تتعلم وتتعلم، إنك تتعلم الأول وتعلم بعد كده. الحاجة دي لولاها ما كانتش البشرية اتقدمت ولا اتطورت تماما. ما كانتش البشرية اتقدمت ولا اتطورت تماما، لأن البشرية بشكل عام وأجيال البشرية
في الأساس هي أجيال قائمة على إن هي بتمسك المعلقة. الجيل القديم يمسك المعلقة ويحط العلم في بق الجيل الجديد، وهكذا وهكذا وهكذا، حد إيه؟ حد آخر جيل في البشرية اللي هتقوم عليه القيامة. فتلاقي مثلا إن الأجيال مع مرور الوقت الذكاء بيعلى فيها. فتلاقي مثلا أجيال زي جيل مثلا جيل زد اللي هما الأشخاص والشباب اللي اتولدوا في سنة أو من سنة 97 لحد 2012. ده جيل زد. من 97 ل 2012 جيل زد، أو 95 مثلا. أنا يعتبر أكبر واحد في جيل زد، يعني أنا مواليد 95. المهم الشخص ده اللي مولود في جيل زد في الأساس أذكى، عنده ذكاء بالنسبة لسنه. الناس لو احنا ثبتنا عامل السن في كل الأجيال، لو احنا ثبتنا عامل السن في كل الأجيال، ايه اللي يحصل بقى؟ هتلاقي ان في نفس السن بتاع جيل زد، هتلاقي في نفس السن عند الجيل اللي قبليه بقى جيل واي، في جيل اكس، يعني في جيل زد قبليه واي قبليه اكس واي زد. جيل زد اللي هم مواليد سنة 1995 لحد 2012، ده جيل زد أذكى. لو ثبتنا عامل السن في كل الأجيال أذكى من جيل واي، وجيل واي أذكى من جيل إكس. طبعا بسبب متغيرات الحياة، التكنولوجيا، الأوضاع مختلفة، الاقتصاد اتطور، الآليات والآلات نفسها، التعامل مع الآلة اتطور. الجيل اللي بعد واي بقى، اللي جه بعد الجيل زد ده، الله اعلم بقى جيل اسمه مش عارف يسموه ايه. الجيل ده هيتعامل مع روبوتات بعد كده. هتلاقي الروبوتات دي دخلت في البيوت، دخلت في الأماكن العامة، دخلت في الشغل والمهنة وكل المهن وهكذا. إذن التعامل مع الأجيال المختلفة. إيه سبب التطور الذكائي ده في كل الأجيال؟ إيه سبب تطور الذكاء في كل الأجيال؟ بكل بساطة هو إن العلم يتم توارثه بين الأجيال وبعضها. فتلاقي مثلا واحد بيتعلم علم معين، بيدي العلم ده للجيل اللي بعده، والجيل اللي بعده للجيل اللي بعده، والجيل اللي بعده للجيل اللي بعده، وهكذا. دي عملية الأستاذية والتلمذة، يعني دي أسامي من التلميذ والأستاذ. دي عملية الأستاذة أو الأستاذية. دي عملية الأستاذية، وكمان عملية التلمذة اللي بتحصل بين الأجيال. فتلاقي جيل واي وجيل زد وجيل اكس وهكذا بيتطوروا في الذكاء لحد ما نوصل لمستوى الله أعلم اللي يحصل فيه ساعتها. هتلاقي الشرايح والرقائق الإلكترونية تتزرع في الأدمغة والعقول وهكذا. بتلاقي الذكاء بقى خارق بالنسبة للإنسان وهكذا. طيب عايز أقول لكم بشكل عام المعلومة ثمينة جدا. المعلومة ثمينة جدا، وما أكثر المعلومات في زماننا الحالي، لكن محتاجة لشخص صبور وشخص حمول. جاي من شخص بيتحمل، يعني مشتقة من الاحتمال. شخص صبور وشخص حمول على ان هو يصبر على تلقي العلم، يصبر ويصبر نفسه. انا عايز اتلقى العلم بأي طريقة، انا عايز اتعلم، مش عايز افوت ابدا فرصة الا وانا متمكن ومتبحر في العلم بتاعي ده، عشان اخدم الناس بيه، عامة الناس، وعشان اعلم خواص الناس اللي هم الناس المخصوصين او الخواص، اللي هم اشخاص محددين، اللي هم اشخاص اللي نفس تخصصي او نفس المكان اللي انا فيه او نفس التخصص اللي انا فيه، اللي بمرر لهم علمي عشان يحصل نوع من انواع تواتر بين الاجيال. يحصل تواتر بين الاجيال. طيب
انا عندي كلام كتير عايز اقوله بس مش عارف اقوله ولا لا. ممكن نكمل حاجة بسيطة. آم، هل هل آم، العملية التعليمية ان شخص يعلم شخص تاني ليها نوعين: نوع نظري ونوع عملي. العملية التعليمية دي اللي هي النظرية في الأساس قائمة على إن شخص يقول لشخص تاني، سواء كان بالكتابة أو بالكلام، حتى بالكلام كمان. لو شخص بيقول لشخص تاني بالكلام أو بالكتابة معلومات معينة، الشخص ده لازم يستوعبها ويفهمها عشان يطبقها في أرض الواقع. التطبيق ده بقى هو التعليم العملي. مين الأهم في العملية التعليمية؟ التعليم النظري ولا التعليم العملي؟ مين الأهم؟ التعليم النظري في الأساس هو تعليم يمتاز بالقدرة على تركيز يعني concentration، تركيز المعلومات يعني بشكل مضغوط، ضغط المعلومة. بيقدم لك المعلومة الشخص اللي هو اللي بيديك المعلومة النظرية، سواء في كتاب أو حتى سواء كان في كتاب أو حتى شخص بيديك معلومة نظرية بينك وبينه تتكلم معاه. لا، العملية دي تمتاز بال بالتركيز، تركيز شديد جدا، تركيز تكديس للمعلومات. دي العملية النظرية. طب العملية النظرية. طب بالنسبة لي المسألة العملية، التعليم العملي يمتاز بإيه؟ يمتاز بكل بساطة يمتاز بإنه تعليم قائم على تفكيك المعلومات. تفكيك يعني ده إحساسي، يعني ده وجهة نظري في الموضوع. تفكيك المعلومات بتتفكك، مش تشتيت، لا تفكيك المعلومات. تفكيك المعلومات ف تفكيك المعلومات ازاي؟ انا برضو هشرح لك الفكرة دي. يعني تفكيك المعلومات ازاي؟ يعني شخص بيفكك المعلومات. يعني ايه الكلام ده؟ شخص مثلا سمع معلومة معينة، ان مثلا والله على سبيل المثال في لعبة الكورة مثلا، لو انت عايز تباصي الكورة يستحسن تباصيها ببطن رجلك. اكيد الشباب اللي مش البنات، طبعا البنات مش هيفهموا قوي الكلام ده، بس الشباب هيفهموا اكتر. لو انت عايز تباصي الكورة باصيها ببطن رجلك. تمام. طيب ولو عايز ترفع الكورة ارفعها بالتلت الامامي، التلت او النص الامامي من القدم من قدام، وتشوطها من تحت تترفع بشكل معين. ده كله كلام نظري. طب على ارض الواقع لما تجرب هتحس ان انت المعلومة دي يتم تصويرها، يعني تم تصويرها بشكل في نوع من انواع ال يعني مع صح اتطبقت على ارض الواقع بالتصوير، بالتجربة كمان، التجربة والتصوير، وخلقت خبرة وإضافة للشخص صاحب التجربة دي. أنا بتكلمش هنا على الكورة فقط، بتكلم بكل المجالات. فده شيء مهم جدا. طيب مش عارف ليه بشرب ميه كتير، جو رغم ان الجو برد يعني. احب اقول لكم ان الجمال كله في التعلم والتعليم، أو في التعلم واستقبال العلم، أو في تعليم وتعلم المعلومات. وبالتالي
احنا لو اتعلمنا صح وطبقنا اللي احنا اتعلمناه، احنا بكده خلاص، احنا عملنا احنا كده قفلنا اللعبة نفسها اتقفلت. يعني لعبة الحياة بشكل عام اتقفلت خلاص، احنا قفلنا الحياة. عارف اللعبة لما بتقفلها تاخدها من مستوى لمستوى، مستوى من تحت لفوق، مستوى أول، مستوى تاني، مستوى تالت، مستوى رابع، إلى آخره، لحد ما نوصل لآخر مستوى وتقفل المستوى. لو تكسبه خلاص انت كده بيرفكت، بقيت ايه، شخص آم، وصلت للقمة. مش محتاج خلاص انا وصلت للقمة، مش محتاج ان انا آم، يعني العب تاني، خلاص انا قفلت اللعبة. هتقفل اللعبة ازاي في لعبة الحياة؟ عن طريق ان انت تطبق اللي انت اتعلمته. انا خلصت كلامي. كان معكم دكتور محمد حسنشتاين، اشوفكم في لايفات وفيديوهات قادمة بإذن الله. سلام.